الطفل دوت لو عايش لحد دلوقتي هيبقى عنده 26 سنة. اتخطف وهو عنده 8 سنين من بني سويف. هشام عاطف عجمي من بني سويف مركز صمتة، اختفى من 8 سنين وما ظهرش تاني. والده كلمني وقال لي يمكن نكون سبب كعيلة واحدة وابنه يرجع، وانا متأكد ان كل حد بيتفرج على الفيديو من اخواتي اللي بجد بيحبوا يعملوا الخير هيشيروه. والده عنده امل ان ابنه يرجع تاني، والده بيتمنى ان هو يشوفه، بيقول لي انا نفسي اشوف ابني. اختفى من 18 سنة وكان عنده ساعتها 8 سنين، وهو تقريبا دلوقتي 26 سنة. وكل اللي طالبه ان كل الناس تساعده ان هو يشوف ابنه تاني. وطبعا عمل محضر وبيقول معلومة جميلة، ان هو كان شاطر في الدراسة وشاطر في مادة الرياضيات يعني. فياريت كل واحد شاف الفيديو دوت كون سبب بعد ربنا ان الطفل دوت يرجع لأهله. يمكن نفرح ابوه والولد كمان يرجع لأهله، ويمكن لو عايش هيرتاح مع أهله أحسن. شيروا الفيديو وعيلة واحدة نساعد ابننا إن هو ينام في حضن أهله. بحبكم، يا ريت كل حد يشوف الفيديو. متابعة للصفحة وشير كتير، ومتابعتي لصفحة أحمد الباجور الاحتياطي في البايو. كل اللي بيحبني وعايز يشوفني على طول، لأن ممكن الصفحة دي في أي لحظة تتحذر، أحمد الباجور الاحتياطي على التيك توك. بحبكم في الله، بحبكم في الله. الصفحة في البايو، كل متابعة في الصفحة. السلام عليكم.